السلام عليكم. هذا برادي خالد، شارع جيش الملكي، دائرة الزمامر، اقليم سيدي بنور. كنبغي نوجه هذا النداء لسيدنا، لان عندي واحد الملف اللي كنت تعرضت ليه لواحد الاحتجاج والضرب والتعنيف نهار 31/7 في 2015 مع ال 11 ديال من الاصهار ديالي والعائله ديالو كاملين بكل ما ليهم، يعني بجميع العائلات ديالهم كاملين، وتحتاجت وضربت وتعنفت وتسرقت الدار ديال الوالده. ماشي داري انا، عين داري انا باين على الوالده باربعه الكراجات وانتم غتشوفوهم. يعني الضابطه القضائيه عينت الملف، عينت الكاميرا، يعني كل شيء كان واضح، كل شيء كان ثابت. عندنا 8 ديال الشهود، عندنا بالاشهادات ديالهم، عندنا معاينه الكاميرا، يعني جميع الادله واضحه. مني كنمشيو لقاضي التحقيق كيدير لي متابعه كل شويه ب3 الفصول، يعني المتابعه لجميع المتهمين. كندخلوا للمحكمه كنتفاجئوا بالحكم ديال البراءه. بغينا نعرفوا هذه البراءه من جات، رغم احنا عندنا كاميرا، عندنا 8 شهود، عندنا جميع الادله اللي كدين هاد الناس. وين من جات هذه البراءه؟ رغم قاضي التحقيق عطاهم 3 الفصول، يعني ديال السرقه الموصوفه ودخول المسكن الغير والاحتجاز والضرب والجرح، يعني جميع الادله. النيابه العامه تدين، القاضي التحقيق يدين، الضابطه القضائيه تدين. ملي كنجيو الهيئه كتقول لك البراءه. بغينا نعرفوا هذه البراءه من جات. واش حنا مقاريش؟ واش حنا في شي بلاد من غير المغرب؟ واش حنا في شي ومشينا للملف الثاني هو الجنائي ديال الاستئناف، يعني اللي 2217 على 16 اللي تحكمت هو بالتأييد، اللي ما عرفناش كيفاش التأييد، رغم ان الشهود استفزوا في الهيئه الاولى باشهاد ديال النقيب ديال المحامين، يعني بانه ادى اليمين بانهم استفزوا، وداروا لنا التزاء، داروا لنا اشهاد بانهم راه مستفزوا وما عطاوش الشهاده الكافيه ديالهم وتحكموا بالبراءه. هذا والله ما اذا منكر. وكاينين الناس اللي ما حضروش كاع في الملف وذكروا الاسماء ديالهم وما بغوش يحضرهم. علاش؟ حيت وازنين ولاباس عليهم ميسورين الحال. وطالبنا منهم، درنا ملتمس في الهيئه الاولى ودرنا ملتمس في الهيئه الثانيه، ورغم ذلك ما بغاوش يجيو. ربما كانت ضغوطات، ربما كانت اتصالات هاتفيه، ربما كانت فلوس مرك على هادشي. ما فهمناش هذا الموضوع. يعني كما كيقولوا لا كنت في المغرب لا تستغرب. اللهم هذا منكر. هذا الشيء راه ما عرفناش الحل ديالو، لان اصلا كنت هذا الموضوع ما ديناش غير المحكمه، دينا القضاة، دينا المحامين، دينا بزاف الناس باش يفسروا لينا. كيقول لك راه هاد الناس راه متهمين مادام عندك كاميرا. كنعرفوا حنا غير شاهد واحد كيصيفط قبيله للحبس، حنا عندنا 7 شهود وعندنا كاميرا، يعني صافي راه كلشي واضح وبين. بغيت نعرف هاد البراءه من دخلت، من جات. تنحيدوا لهم السرقه الموصوفه، نحيدوا لهم دخول المسكن الغير، نحيدوا لهم الاحتجاز. وني دخول المسكن الغير من غنحيدوا؟ هما كيعترفوا به. حنا جينا في 11 الليل درنا واش بقى من الاعتراف ديالهم؟ ولهذا كنتوجه لسيدنا بنداء بان راه جميع الاتجاهات، جميع راسلت وزير العدل وراسلت جميع الجهات اللي غيوقفوا معنا. ولا جدوى ولا جدوى. هاد الناس واصلين سادين جميع البيبان. ما فهمتش انا علاش، ما فهمتش انا لحد الان كنتجاهل كيفاش هاد الناس خدوا البراءه. شنو الدليل باش خدوا به البراءه رغم كامل جميع الاتهامات ضدهم؟ ما كاينش شي مبرر باش عطاو، ما كاينش. السلام عليكم. وضح ثاني هالباب ديال الدار ديالي، هالباب ديال الدار ديال الوالده، لانه كيفرق بيناتهم 4 ديال الكراجات. الاول، هاد الثاني، هاد الثالث، ها الرابع، ها دار الوالده حاليا. يعني 4 الكراجات فرق، يعني خلاو على داري ومشاو لدار الوالده.